الزوجة المدخول بيها في زواج صحيح لو زوجها طلقها من غير رضاها ومن غير ما تكون هي السبب في حدوث الطلاق، فهي بتستحق في الحالة دي نفقة فوق نفقة العدة بتاعتها. النفقة اللي هي بتستحقها دي اسمها نفقة متعة. نفقة المتعة دي أقل مدة ليها بتكون 2 سنين. أقل نفقة متعة يتحكم بيها للست نفقة 2 سنين، ومفيش حد أقصى للمدة دي. يعني أقل حاجة تاخديها 2 سنين، أقصى حاجة لا مفيش حد أقصى، حسب بقى رؤية القاضي. القاضي يدي 2 سنين، يدي 3، يدي أكتر على حسب رؤية المحكمة، بس ما يديش أقل من 2 سنين. طب يعني إيه نفقة 2 سنين؟ يعني الزوجة لو محكوم ليها بنفقة زوجية معينة، نفقة زوجية شهرية، اضربي النفقة الزوجية دي في 24 شهر، اللي هي 24 شهر بمدة ال2 سنين، او لو اكتر من 2 سنين شوفي عدد الشهور كام واضربيها في المبلغ ده. طيب انت ما رفعتيش دعوى نفقة زوجية، مفيش نفقة زوجية محكوم بيها، هتتحسب نفقة المتعة ازاي على مقدار 2 سنين؟ يبقى المحكمة بتقدر نفقة زوجية، بتقول دي المفروض نفقتها الزوجية في الشهر كانت تبقى كذا، وبنضرب المبلغ ده في ال2 سنين او في المدة المحكوم بيها كنفقة متعة. من الامور اللي تستعين بها المحكمة في تحديد النفقة او المقدار المبلغ هي الحالة المادية للزوج نفسه، هل هو ثري ولا هو راجل فقير؟ كمان من الامور اللي بتاخدها المحكمة في الاعتبار وهي بتحكم بنفقة المتعة المدة. بقى المدة قد ايه؟ هي مدة الزواج قد ايه؟ كل ما مدة الزواج كانت اطول طول ما حق الست في عدد سنوات المتعة بيكون اكتر.